25 فبراير كان يوم عصيب جدا على الكرة المصرية. البداية كانت بتأييد حكم حبس مرتضى منصور لمدة شهر وترحيله. طبعا امبارح كان خلاص الحكم الصادر بين سب مرتضى منصور لمحمود الخطيب، واللي المحكمة الاقتصادية كانت ادت فيه حكم لمدة شهر حبس. طبعا مرتضى منصور قدم طعن وتيتي وشريط زي ما كلنا عارفين الاجراءات القانونيه اللي بتحصل في الموضوع ده، فوصلت لاقصى درجه والا وهي الطعن على الحكم. طبعا لابد ان مرتضى منصور كان يسلم نفسه امبارح في المحكمة، واللي هيكون التأييد غيابيا. امبارح سلم نفسه في المحكمة وحضر جلسة على أمل ان هو ياخد براءة او يطلع من القضية ويكتفي بالغرامة، ولكن المحكمة أيدت حكم الحبس لمدة شهر وتم ترحيله امبارح. دلوقتي في أزمة على مستمر داخل أروقة نادي الزمالك ألا وهي رئاسة النادي. امبارح شفنا بيان تكليف سليمان وهدان بأعمال رئاسة النادي لحين انعقاد جمعية عمومية وانتخابات ما بين لرئيس النادي وكمان لنائب رئيس النادي. النهاردة 26 فبراير عرفنا ان في اجتماع الساعة 5 في نادي الزمالك لإعادة التصويت على رئاسة نادي الزمالك من أول وجديد في أعضاء الرابطة، لأن اللائحة بتقول إن أمين الصندوق هو اللي بيمسك رئاسة النادي في حين استقالة رئاسة النادي أو عزله أو أي سبب تاني. هنشوف النهاردة هيتم تعيين فعلا سليمان وهدان ولا هيتم إعادة التصويت من أول وجديد، ولا هيبقى في قرار تاني ويحصل استقالات ومن ثم يحصل حل للمجلس بأكمله وتيجي جلسة لجنة معينة، ولا هنشوف ايه اللي هيحصل النهاردة بإذن الرحمن. كل ده هيبان على نادي الزمالك. امبارح 25 فبراير كان منتخب الشباب بيلعب أمام السنغال على أرضنا وسط جماهيرنا، وودعنا البطولة بخسارة بأربعة أهداف مقابل لا شيء. طلعنا من البطولة واحنا عندنا نقطة. حاله حال الزمالك حال الأهلي برضه. الزمالك امبارح خسر من الترجي التونسي في تونس بهدفين مقابل لا شيء علشان خاطر يفضل في قاع المجموعة بنقطة وحيدة أمام المريخ السوداني في الجولة الثانية في ليبيا. كان التعادل السلبي 0-0. موقف الزمالك تأزم إلى حد ما. الامل موجود حسابيا، نقول حسابيا موجود، ولكن اللي خلانا نقول ان الترجي كسب شباب بلوزداد والمريخ السوداني كسب شباب بلوزداد، الزمالك الوحيد اللي خسر من شباب بلوزداد وفي القاهره بركله جزاء ظالمه، ولكن في الاول وفي الاخر هو خسر. دلوقتي مين هو متزيل المجموعه؟ الزمالك برصيد نقطة، شباب بلوزداد برصيد 3 نقاط، المريخ السوداني برصيد 4 نقاط، ويأتي في المقدمة الترجي التونسي برصيد 9 نقاط من فوز 3 مباريات. الترجي التونسي والمريخ السوداني على ملعبه 1-0. الترجي التونسي على ملعب شباب بلوزداد برضه بنتيجة 1-0، وأخيرا على ملعب الترجي التونسي برضه 2-0 على الزمالك المصري. الزمالك زي ما قلنا لكم حسابيا المشكله فيها يعني هنرجع للآلة الحاسبه، لازم تكسب 9 نقاط، خليك ما كسبتش ولا نقطه، هتكسب 9 نقاط في 3 مباريات. امل موجود، ولكن بشرط يكون في رجاله في الملعب. كمان الاهلي المصري امبارح اقتنص نقطه ثمينه من ملعبه امام صن داونز الجنوب افريقي بالتعادل 2-2 برضه علشان خاطر لا مش يتزايد بقى، خلينا نقول في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. القطن الكاميروني بالمركز الأخير برصيد 0 من النقاط. الهلال السوداني برصيد 6 نقاط. صن داونز الجنوب أفريقي برصيد 7 نقاط. والمجموعة مشتعلة لأن الأهلي هيلعب المباراة المؤجلة ليه الماتش الجاي أمام القطن الكاميروني، لو فاز هيبقى 4، هيبقى برضه في المركز الثالث، ولكن المباراة الجاية بتاع الأهلي هتكون نارية. الأهلي رايح لصن داونز، لو خسر من صن داونز هناك وده المؤكد والمعروف، ولكن كرة القدم فيها متغيرات كثيرة، هيبقى فقد 60% من فرصة تأهله في حال فوز الهلال على القطن الكاميروني. الكرة المصرية في مهب الريح في البطولات الإفريقية
تخبط إداري من الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ بقيد الزمالك ومشاكل أخرى، ومشكلة الشباب، منتخب الشباب اللي بيلعب على أرضه ويتعادل مباراة وحيدة ويخسر مباراتين. مشاكل كتير في الكرة المصرية، لابد من تدخل حكماء الكرة المصرية في إدارة شؤون الكرة المصرية علشان خاطر نرجع لسابق عهدنا. استاد القاهرة كان يسمى زمان باستاد الرعب، استاد الرعب للأندية الإفريقية التامة. فتخيل إن استاد القاهرة يبقى استاد الرعب، وأندية القاهرة بتخسر، الزمالك، الأهلي، و بيراميدز وفيوتشر. تخيل عزيزي المشاهد ان مفيش فريق في الاربعه كسب مباراه من اول ما بدا دور المجموعات، اذا كان في الكونفدراليه او اذا كان في دوري ابطال افريقيا. نتمنى الاصلح للكره المصريه الفتره القادمه. انتظرونا في حلقات جايه كتير من ملعب الخولي. سلام.